احلى مسا على اخواتي وحبايبي، عاملين يا رب كلكم تبقوا بخير. اكيد كل جماهير النادي الاهلي وكل جماهير الانديه المصريه كلها نفسها تعرف تذاكر ماتش السوبر الافريقي اللي بين النادي الاهلي والاتحاد الجزائري، وهنقول كل التفاصيل عن التذاكر وعن اخبار النادي الاهلي، فخليك معانا لغايه النهايه ويلا بينا على الفيديو. احلى مسا على اخواتي وحبايبي، عاملين يا رب كلكم تبقوا بخير وصحة مال كده يا رب. وزي ما اعتدنا باي حاجه صلى على سيدنا محمد وعلى الصلاه على سيدنا محمد. خلينا نتكلم عن اخبار نادي الاهلي. اول خبر معانا هو يخص السوبر الافريقي. نادي الاهلي هو اللي هيفتتح السوبر الافريقي قصاد سيمبا التنزاني. السوبر الافريقي غير السوبر الافريقي التاني خالص، بطوله السوبر الافريقي الجديده اللي هتفتتح قصاد النادي الاهلي. هيفتتح اول ماتش فيها قصاد نادي سيمبا في تنزانيا، والملعب هيكون ملعب دار السلام. ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يكسب الماتش دوت. الماتش ده هيكون هو اول ماتش في البطوله، وماتش الافتتاح هيكون يوم 20 اكتوبر، يوم الجمعه تقريبا. يوم 20 اكتوبر هيكون موافق يوم الجمعه تقريبا. وماتش العوده اللي هيكون هنا في مصر يوم الثلاث هيكون يوم 24 اكتوبر. تاني خبر معانا هو ماتش السوبر الافريقي هيكون قصاد الاتحاد الجزائري. زي ما قلنا ان شاء الله هيكون يوم 15 سبتمبر في الشهر اللي احنا فيه، شهر 9، يكون يوم 15 يوم الجمعه في السعوديه ان شاء الله قصاد الاتحاد الجزائري. نادي الاهلي يقدر يكسب. تعالى بقى نقول لك التذاكر عامله كام. في تذكره عامله 15 ريال، 15 ريال. احنا هنا بنقول على 15 جنيه لكن هم هناك بالعمله، ف 15 ريال. تاني حاجه في تذكره ب 123 جنيه مصري، وفي برضه التذكرة ب 1000 جنيه مصري، وفي تذكرة ب 8236 جنيه مصري. دي أسعار جميع التذاكر لماتش السوبر الأفريقي قصاد نادي الأهلي وقصاد نادي الاتحاد الجزائري، وإن شاء الله النادي الأهلي يقدر يرجع بالمكسب. تالت خبر معانا هو طريق نادي الاهلي في كاس العالم للانديه. طريق ان شاء الله اتوقعه سهل للنادي الاهلي، هو طريقه كله ما فيهوش بطل اوروبا، غير بقى اذا لو نادي الاهلي وصل للدوري، يوصل للنهائي. واكيد في النهائي هنلاقي السيتي، اكيد يعني بلا كلام هنلاقي السيتي في النهائي. فنادي الاهلي هو مش هيقع في صدر السيتي الا في النهائي، اذا لو نادي الاهلي ان شاء الله وصل النهائي. طريق النادي الاهلي في اوله هو النادي الاهلي هيلعب من الدور ربع النهائي. هيكون في اتحاد جده قصاد كلاندا سيتي، وكلاندا سيتي اللي هيكسب من الاتحاد وكلاندا سيتي هيقابل النادي الاهلي. اذا لو الاتحاد كسب فهيقابل النادي الاهلي في الربع النهائي. اذا كلاندا سيتي كسبت نادي الاتحاد هتقابل النادي الاهلي في الربع النهائي. طب ماشي، اذا قول الاتحاد مثلا ان هو اقرب منافس ان هو يقابل الاهلي من ان اوكلاند سيتي مش في قوه الاتحاد، فقول الاتحاد جده هو اللي كسب ويقابل النادي الاهلي في الدور النص النهائي. طب اذا الاهلي كسب، قصدي في الدور ربع النهائي ولا ايه؟ طب اذا الاهلي لعب الاتحاد والاهلي كسب الاتحاد ان شاء الله في الدور ربع النهائي، والنادي الاهلي وصل للدور نص النهائي، قابل بطل امريكا الجنوبيه. بطل امريكا الجنوبيه هيقابل النادي الاهلي في النص النهائي. طب لو الاهلي كسب كده يصعد النهائي بشكل رسمي، وممكن بقى يقابل السيتي في النهائي. واظن لو قابل السيتي فمفيش مستحيل، واتمنى بجد ان هو ياخد كاس العالم للانديه، بس بنسبه 90% اكيد محسوبه لمين لو النادي الاهلي وصل للنهائي. رابع خبر معانا برضو يخص النادي الاهلي. تم استبعاد رباعي النادي الاهلي اللي كانوا مضمومين لمنتخب مصر، اللي هو كان محمد الشناوي ومحمد هاني ومروان عطيه عبد المنعم قلب المدافع. كل دول تم استبعادهم من منتخب مصر، مش هيلعبوا ماتش تونس عشان خاطر يروحوا النادي الاهلي عشان يحضروا ماتش الاتحاد الجزائري في السعوديه يوم 15 في الشهر اللي احنا فيه. بالشكل ده نكون خلصنا اخبار نادي الاهلي وكل اخبار نادي الاهلي، واي خبر جديد ان شاء الله هنتكلم معاكم فيه. وبس في نهايه الفيديو ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، ويلا سلام.